السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار يا جماعة، معاكم عمران. أهلا بيكم في فيديو جديد وحاجة هو نوعية جديدة ما عملتهاش قبل كده على القناة ديت، وهي إن أنا هحل بعض اختبارات الخاصة بأبطال الكرة أو الأسئلة وأجاوب عليها، أشوف نفسي كده يعني أختبر معلوماتي من الآخر. وللي ما يعرفش، أنا دلوقتي عندي حساب على أمينو دوت الحساب بتاعي. لو حابب تضيفني هسيب لكم الرابط في تعمل لي متابعة، يعني ممكن انزل عليه حاجات لو حابين. طبعا انا لسه داخل اهو. لو حابين انا ممكن انزل عليه حاجات ان شاء الله خاصة بابطال الكرة، بس تابعوني لو لقيت متابعات كتير ان شاء الله هنزل حاجات يعني وكده. وطبعا في مجموعات كتيرة قوي خاصة بابطال الكرة زي ما انتم شايفين، لكن المجموعة المهمة بالنسبة لي وهي زي ما انتم شايفين مجموعة عشاق ابطال الكرة. خليني ازوم لكم كده عشان نشوف مع بعض. ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، هي مجموعة حلوة، لقيت فيها معلومات، لقيت فيها حاجات حلوة ممكن تشوفوها، وهسيب لكم الرابط بتاعها برضه لو حابين تختبروا معلوماتكم وتقولوا لي في الاخر جبتوا كام نقطة. طيب مبدئيا لو دخلنا على كويزز هنلاقي انا هختبر بس اختبار كده صغير، وبعتذر طبعا ان انا مش طالع بوشي لاسباب شخصية. المهم هنعمل اول اخر اختبار نزل في 2019، للاسف الجروب مش اكتف اعتقد دلوقتي، بس احنا ممكن نعمله اكتف لو انضمينا ليه ونقدر نعمل يعني زي ما نقول كده ايه حاجه خاصه بينا. يعني خلينا نخش على اختبار محب ابطال الكره، وبعد كده لو عجبكم والفيديو جاب لايكات كويسه نقدر نعمل اختبار عن ابطال الكره دوت اكتر واحد جايب مشاهدات. مش هجربه دلوقتي، هجربه معاكم ان شاء الله بوشي. تمام، خلينا كده نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، ستارت كويز. خلينا نبتدي مع بعض كده الاختبار. يقول لك صاحب رقصة اللهب. صاحب رقصة اللهب هو مجد. تمام، نخش على السؤال التاني. واحد كان المساند الأقوى. ايه المساند دي؟ أنس. أنس لما انضم لفريق النسور. أنا ما فهمتش أول السؤال، بس هو غالبا قصده كده. لقبه رجل البحر. ساهر. سهلة. أنا عايز أسيبكم بصوا في الآخر أجاوب. من رقم 9 في فريق النسور؟ طيب، رقم 10 الهداف هو زين طبعا، فرقم 9 بيبقى المهاجم التاني اللي جنبه. فما فيش منصور ممكن كان يبقى مروان لكن هو جهاد. ماشي. اختبار السؤال اللي بعده. أسرع واحد في الفريق هو جهاد، ساهر، منصور، طارق. أعتقد بالترتيب كده منصور، بعد كده جهاد، بعد كده طارق، بعد كده ساهر. ايه ده؟ جهاد أسرع واحد في الفريق؟ لا أنا شاكك في الإجابة دي الصراحة. أنا شاكك في الإجابة دي. خلينا نعمل ريبلاي. صاحب تسديدة البطريق الإمبراطور هو سد. للأسف يا جماعة الاختبار أنا لاحظت إن هو الأسئلة أماكنها بتتغير، فهنضطر نحلها كلها لغاية ما نعرف نحلها. لقبه رجل البحر احنا قلنا ساهر. أنا معرفش إيه حوار جهاد أسرع من منصور دي. مفيش أسرع من منصور، حتى قالك منصور أسرع لاعب في النسور. ممكن في الأول كان جهاد أسرع منه فعلا، بس منصور بعد كده لما اتمرن بقى راجع تاني يعني. وانا رقم 9 في فريق النسور احنا قلنا جهاد. هو انا مستغرب، فيا ريت نتناقش مع بعض يعني. كم عدد تسديدات جهاد حتى الجزء الرابع؟ دي انا جبتها وهقول لكم عليها. انا جاوبتها غلط في الاول لكن انا كنت عارف الاجابه. المهم انا جاوبت 3 لكن هي الاجابه صح وهي 6. خلينا نقولهم كده في السريع او نقولهم بعد الفيديو لان مش هلحق اجاوب. فخلينا نشوف صاحب رقصة اللهب احنا قلنا مجد، مش مشكلة خالص. وخلينا ايه شوف اسرع واحد في الفريق هو معرفش، جهاد. بيقولوا جهاد، ازاي؟ ما عنديش ادنى فكرة. طيب كده احنا خلصنا.
خلينا نجاوبكم كده على الركلات او التسديدات بتاعت جهاد. اول تسديدة معانا وهي طبعا التسديدة الاولى لجهاد وهي العاصفة الجليدية. تمام. تاني تسديدة معانا وهي اللي هي التسديدة بتاعت التسديدة الخاصة بيه اللي هو في الجزء لما لعب مع اليابان، وهي تسديدة أسطورة الذئب. تالت تسديدة معانا وهي تسديدة اللي هي التسديدة المشتركة ما بينه وما بين طارق، اللي هي بيطلع شكل اللي هي اسمها ذا بيرس، اللي هي بيبقى شكل DNA كده. الرابع تسديدة معانا وهي التسديدة المشتركة ما بينه وما بين زين وهي كروس فاير. خامس تسديدة معانا وهي التسديدة الخاصة بيه هو ومنصور اللي اسمها ذا هوريكين. واخر تسديدة معاه واللي هو ما بينه وما بين اللي هو اللاعب الضخم دوت اسمه تقريبا طلال ولا مش عارف اسمه هيجيتاكا بالياباني، مش فاكر اسم الركلة برضو قوي، لكن طبعا صورها كلها هتظهر قدامكم زي ما انتم شايفين. ده كان فيديو النهارده موضوع جهاد دوت. اتمنى لو حد فاهم يعني انا وجهة نظري صح غلط كده ولا صح. هو منصور اسرع من جهاد، هو اسرع لاعب في الانمي في فريق النسور كله باعتراف من الكاتب نفسه، لكن هو جهاد اول ما ظهر ممكن كان اسرع منه، لما حتى منصور بعد كده احبط لما شاف سرعته، لكن لما بعد كده بقى فريق منصور بقى في اليابان اتطور وبقى اسرع لاعب كمان. فمش عارف، قولوا لي رايكم في التعليقات. شكرا جدا ليكم على المشاهده، حاجه بسيطه كده، يا ريت تعملوا شير في كل مكان، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو جاي. السلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.